صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا. بدر نور مفاجأة اليوم دائما تبدأ كلماتها بعيالي الحلوين، وزين زين كلش زين، وحلو حلو وايد حلو. من ضيفي الأستاذ محمد ياسين أو بابا ياسين. صباح الخير. حياكم الله. حي الله عيالي الحلوين الشاطرين الزينين. انا اول اقول لهم عيالي الملحان اضحك وياهم، حتى ولا عيال حلوين، والبحرين كلها حلوه ان شاء الله. والبحرين زين زين. البحرين زين زين كلش زين. الله يجعل ان شاء الله ايامنا كلها زينه ويبعد عنها الغمه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. انا الحين هاي 3 ايام اخذ من العيال ام خالد ونروح يا ست سنتر نتمشى، ولا نريح الحين في السيف نتمشى ونقعد في ذيك المقاهي الطيبه ونشوف وجوه الناس اللي غابت عنا فتره. ترى يا ولد شوف، ما في احسن من الامان، ما في احسن من الامن والامان. ما نبي شيء، ما نبي شيء، ما نبي شيء، نبي الامن والامان. شفتوا شلون الامن والامان اثر في نفوس الناس؟ شفتوا شلون لما كنتوا منحكرين في البيت وكل خايف وكل يترقب والاعصاب مشدوده وما نرقد في الليل؟ هذه كلها من الامن والامان. هالفتره الطويله هذه يعني انت ما تحس بشيء الا لما تفقده، ما تحس بقيمه الصحه الا لما تمرض، ما تحس بقيمه الفلوس الا لما تصير فقير ما عندك شيء، ما تحس بقيمة الأمن والأمان إلا لما تفقده. وهذه أهم شيء، أهم عنصر. بكم لما كنا نطلع في الليل عيال يطلعون براحتهم، النسوان الساعة 2 و3 في الليل يطلعون حق الأعراس وحق المناسبات، ما حد يتعرض لهم. نصك بابنا واحنا راقدين، نروح المسجد العشاء ونروح المسجد الفجر وكل. يا سلام يا سلام، نحمد الله ونشكره. وهذه كلها من دعاء الناس. ترى الدعاء قوي قوي قوي. لما يقولون ادعوا، من اللي قال لك ادعوا؟ الله سبحانه وتعالى قال ادعوني استجب لكم. وما بين الانسان، بين المظلوم اي شيء بينه وبين ربه. ادعوا، والله سبحانه وتعالى الحمد لله بدعاء الناس كلهم، الشباب الكبار الشياب العيايز النساء الشباب الشابات الاطفال، كلنا لما كنا نرفع يدنا وكنا نجلس نص الليل ونصلي في الليل واحنا نسجد، واقرب الانسان الى ربه وهو ساجد، كنا نسجد ونقول يا الله يا الله، كنا ندعو من قلبنا عشان الله يبعد عنا الغمه هذه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هالنعمة اللي أنعمت علينا. اللهم لك الحمد والشكر. وبترابط الجماعة وتعاضدهم، وصار الوعي. الحين كل واحد يتكلم في السياسة، صغير وعود، اللي يعرف واللي ما يعرف. أول كنا إحنا الحقيقة تلفزيون هو تلفزيون البحرين، لكن كنا لعدم المصداقية ولعدم ما يخلونا نتكلم ولكذا الناس تبعدت عن التلفزيون. أما الحين وين محطة البحرين؟ صار في صدق، صارت في مصارحة، صارت في مكاشفة، تكشف الحقائق، تعرفك من هو الصديق ومن هو العدو. الحين يقول لك في الضيج ينعرف الصديق. نعم، فما أكثر الأخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. هني بين الصديق اللي بينك والصديق من صدقك مو من صدقك. صديق من صدقك قال لك بالصج وصارحك. اخواننا احنا لما يطلعون في التلفزيون المذيعين والناس ويتكلمون عن كل شيء بصراحه، هذه افلجت قلوبنا. لكن لما يوارون وعليه علشان فلان، لين ضاعت الدير والسب فلان وعلان ونسكت واحنا طيبين واحنا لا، راحت. الحين كل شيء بيتغير باذن الله، كل شيء للاحسن. الله يحفظنا، يحفظ ملكنا، يحفظ قادتنا ان شاء الله، يحفظ البحرين من كل سوء، وان شاء الله لا تعود علينا ولا على اي مسلم. ونشكر بالمناسبه اخواننا في مجلس التعاون، درع الجزيره، المملكه العربيه السعوديه اللي وقفت ويانا ذيك الوقفه القويه والحمد لله، واخواننا كلهم العرب وغير العرب كلهم وقفوا ويانا لما عرفوا الحقيقه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بابا ياسين، الصبح اليوم ايش سويت؟ اول ما قعدت. انا طبعا اجلس من الصبح، انا اجلس من تقريبا من 4 الا ربع الفجر، اصلي ما اقدر عليه واطلب وادعي غير كثيرين من الناس. يعني تعرف ان الحين المساجد انترست،
اول مساجدنا نحصل صفه صفتين يصلون الفجر، ما شاء الله، وكله شباب. الناس التجأوا الى ربهم، لان ما في منقذ غير الله سبحانه وتعالى، ما في ملجأ الا الله سبحانه وتعالى. فاجلس من الصبح اصلي قد ما اقدر واقرا القران وراح اصلي الفجر باي، واخذ لي قفوه شويه واجلس الساعه 8. انا متقاعد الساعه 8 اجلس من الصبح اسوي القهوه. ها ساعه لا انا ادلع من العيال ساعات خالد. إيه. اسوي لك هي واسوي التمر والكشت وما شنو غيره، مبسط، واسوي لي الريوق وتعال نزلت ادلعها. بعدين تعبت مسكينه معي طول هالسنين، الحين دورك انت تلعبها. وانا اتلذذ في تدلعها. اتلذذ في الشغلات هذه، لان هي شغلات حلوه الواحد لما. وبعدين نقوم نشوف يعني التريض، اروح الرياضه تمشي، نطلع برا شويه. فهذه برنامجنا تقريبا. عاد امس رحت قلت انا احب الحداقه الحقيقه. لا تقول لي لا تقول حداقه الحين الاوضاع، قلت لها الحمد لله الاوضاع زين، الحمد لله. طلعت ابي احدق شوي مني على خفيف، ورجعت ولله الحمد. الامور الحمد لله تقريبا عادت الى طبيعتها الحمد لله رب العالمين. يعني تشوف الاسواق الحين ما شاء الله مليانه، مجمعات مليانه، تروح المنام وتروح غيرها الحمد لله كل شيء. وان شاء الله بيكون احسن واحسن. عيالنا انتظموا في الدراسه الابتدائيه، بكره وبعد بكره ان شاء الله اعدادي والثانوي، الجامعه بيرجعون، عيالنا راحه بعد الجامعه عام سوبر اللي سجلوا اللي عندنا امتحان. اللهم لك الحمد، الله يعود علينا ان شاء الله يا رب العالمين. ايامنا كلها خير وكلها سعاده، وان شاء الله ابشركم عيالي. يعني الكلمه اللي قال لها ولي العهد وقالوها مال التجمع الوطني، لا احنا بينا خير باذن الله ان شاء الله. احوالنا بتصير احسن، بتصير افضل باذن الله تعالى. بس علينا احنا نصفي النفوس ونشيل القلب من قلوبنا كلنا. نكلم الجميع، الكل يشيل الغل من القلب. خلاص احنا وحده واحده، مثل ما قالوا نحن طير ينح واحد ما يوديك شيء، بتطيح على برده كله. الحمد لله. لكن احنا جناحين ان شاء الله. نقول للناس الطيبين يلتمون معانا، وهاي ديرتهم وهذه بلدهم وهذه ارضهم، ياكلون منها ويشبعون منها وخيرهم منها. نروح حق فلان وعلام مني ومن يا افا والله افا. بابا ياسين، انا اقول ان الصدفه خير من 1000 ميعاد. يعني انا استانست فعلا ان انا شفتك، وهذه بوسه حبتك العافيه بابا ياسين. ومشاهدينا نرجع لبدر نور في كريم كافيه.